عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل بناء الآلة الحاسبة. إحنا في الفيديو اللي فات كنا برمجنا الأرقام وخلينا إن الرقم يبان على الشاشة لما أضغط عليه. تمام. أنا دلوقتي عاوز لما أضغط على الرقم ده كل اللي في الشاشة يتمسح. يبقى أنا بقول when this sprite clicked. لما أضغط على السبرايت ده أنت عاوز إيه؟ أنا عاوز الشاشة كلها تكون بيضة أو تتمسح. يبقى نيجي هنا عند ال variables اللي اسمه الشاشة. تمام، وهمسح الصفر ده كمان، انا مش عاوزاه بصفر، انا عاوزاها تتمسح كلها. خلينا كده نشوف. هتلاقي، خلينا نرن بتاع نكتب اي رقم 8 مثلا وانت كده هتلاقي ان الشاشة اتمسحت. طب في مشكلة بتقابلني لما انا اجي اكتب، بلاقي اني الزيرو ما يتمسحش. انا عاوزة الزيرو ما يبقاش موجودة اصلا. او يبقى نيجي هنا عند الشاشة ونمسح الزيرو. خلي بالك ان الكمبيوتر مش بيعمل حاجة غير انت لما تقول لها، انت تقول له يعمل الحاجة دي. تمام. عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل العمليات الحسابية. عندي الجمع والطرح والضرب والقسمة. خلينا نعمل لكل عملية زرار. هنيجي هنا برضو ونختار زر. خلينا الزر يكون مختلف عن أزرار الأرقام. بطن. خلينا بده. برضو هنيجي نظبط الحجم شوية، نصغر الحجم ده شوية كده، وده كمان نصغره. ونيجي برضو عند التاني هنصغره بحيث ان الكاستمز لما اغيرها متبقاش صعبة قوي او تبان ان هي كبيرة اوفر. تمام. هنخلي هنا العلامة ايه؟ هنكتب ان العلامة زائد، ونخلي اللون ابيض. تمام. هنبرمج الزائد واللي هيمشي على الزائد هيمشي على باقي العمليات الحسابية. فانا برضه عاوزه لما اضغط عليه اللي يحصل يتحول من كاستمز لكاستمز تاني. خلينا نراجع كده. قلنا هنقول وين جرين فلاج كليكت بالظبط، هنستخدم فوريفر عشان يخليه شغال طول ما الكود شغال. قلنا اللي احنا عندنا تو كاستمز، يبقى انا عاوز حالتين، يبقى انا عاوز اف else. هنيجي هنا وهنختار، نيجي هنا عند السنسنج وهنختار تاتشنج ماوس. لما التاتشنج ماوس يروح للكاستمز بي، ولو لأ يروح لكاستمز ايه. خلينا كده نشوف ايه اللي هيحصل لما الرن. طب انا عاوزه اقول دلوقتي يا باشمهندسه، انت بتقولي الاف else لازم اعمل اف else عشان يتحول لما اعمل كده يتضغط، لما ابعد ما يتضغطش. انا عاوزه اشوف هل الحكايه دي صح ولا لا. خلاص ماشي نشوف. هنيجي هنا عند الكنترول ونختار اف بس. ماشي هنختار اف بس، وهنعمل ده دبليكيت، ودي برضو دبليكيت. لو رنينا الكود وجينا هنا ومشينا بعدنا عن الزرار، هنخليه هيفضل مضغوط عليه. انا عاوز كده؟ لا، ده أنا مش عاوز كده. ده انا عاوز بس اجي يمه كده يتحول من حالة لحالة، ابعد عنه يرجع لحالته الاصلية. يبقى عشان كده احنا اخترنا ايه؟ عشان كده احنا اخترنا اف else، لان احنا عندنا حالتين. لما نيجي نشوف هتلاقيهم. ده اللي انا عاوزه. تمام. انا عاوز لما اضغط على عملية على الجمع، يبقى العملية تبقى ايه؟ يبقى العملية تكون جمع. خلينا بس نخلي كل عمليات دلوقتي بتساوي الزيرو، او العملية مش مفيهاش حاجة فاضية. العملية لما اضغط على الجمع، انا عاوزة العملية تبقى بتساوي الجمع. هعمل كده ازاي؟ يبقى لازم انا ابرمجها. يبقى انا قوله معايا كده بالظبط، هقول له لما اضغط على السبرايت، يبقى when this sprite clicked العملية بتيكوال ايه؟ بتيكوال الجمع بالظبط. يبقى انا هقول ايه؟ set العملية equal زائد. يبقى هنيجي هنا عند العملية وبالزائد. طب انا عاوز زائد دي تجمع ايه؟ تجمع الرقم اللي موجود في منطقة الكتابة أو الشاشة
على القيمة. يبقى هعمل كده ازاي؟ يبقى انا عاوز اقول له اني العملية او القيمة اللي هنا هي اللي ايه. يبقى انا عاوز اباصي، انا عاوزاها تجمع ايه؟ تجمع اللي موجود في الشاشة والقيمة. ازاي؟ ده انا عاوز القيمة بتساوي الشاشة، يبقى انا هباصي او هودي القيمة اللي موجودة في الشاشة في القيمة فوق. يبقى انا هعمل كده ازاي؟ برافو، هقول set القيمة to الايه، الشاشة. خلينا كده نشوف. لو انا عملت 7 هتلاقي اني القيمة بقت 7. تمام. ولما اضغط حاجة تاني، يعني خلاص انا عاوزك تباصي القيمة او الرقم اللي موجود في الشاشة في القيمة، وتخلي الشاشة بصفر او تخلي الشاشة فاضية. هعمل كده ازاي بالظبط؟ هقول ست الشاشة، وهحوش الزيرو دي خالص هخليها فاضية. خلينا كده نشوف. هتلاقي ان الشاشة فضت 8 واكوا زائد، هتلاقي ان الشاشة فضت والتمانية راحت عند مين؟ عند القيمة. طيب خلينا آه نعمل باقي العمليات الحسابية ونبرمج اللي يساوي واللي يساوي. ده اللي هيكون فيه الشغل كتير شوية، أو الشغل هو هيكون الأساس بتاع الآلة الحاسبة. يبقى أنا عاوز أعمل واحدة، نعمل دبليكيت واحدة طرح، وواحدة ضرب، واسمة. وكمان خلينا نزود اللي يساوي، ولا نخلي اللي يساوي خلي اللي يساوي بوتوم تيل. خلينا بقى نظبط الشكل كده شوية. هنخلي الجمع هنا، هنا. دي زائد، هنخلي ديت طرح، ونودي عند الكاستمز ونخلي بدل الزائد طرح. هنوسطن الدنيا شوية، خليها في النص. هنيجي دي نخليها ضرب، اللي هي شبه النجمة دي. ونيجي هنا برضو نخليها ضرب. هنيجي عند آخر واحدة اللي هي الاسم. هتلاقي شفت اله عند حرف اله. ونروح برضو عند الكاستمز ونخليها يبقى احنا عملنا عملية الطرح، الضرب، الجمع، والقسمة. خلينا نعمل البوتوم اللي هو يساوي، اللي هو فيه كل الشغل بتاع الآلة الحاسبة. هنيجي عند البوتوم برضو، نختار البوتوم ده، وخلينا نظبط شكله شوية بحيث إن يكون شكله طويل، شكله مستطيل بس. نغيره من هنا، عايزين نمسح ده خالص كده. هنخليه، يعني خلي بالك هو الشكل بيبان عندك هنا، شو تظبطه انت براحتك. هنطوله شوية بحيث ان هو يعني ايه، نطلع ده فوق كده.
بنخلي لونه برتقاني. خلينا نصغر شكل البتاع ده شوية عشان يكون يعني الشكل مريح للعين شوية. وهنعمل هنا ايه؟ الايكوال. وبرضو هنطول البتاع ده عشان لما اضغط عليها يعني تديني نفس الافكت. يلا عشان نروح لعملية الكودينج، هنقول برضو لما اضغط عليها يبقى نيجي هنا برضو عند الايفنت ونختار. انا ممكن اعمل دبليكيت واحط الكود على طول، بس انا عاوزاكم تحفظوا او تفهموا احنا بنعمل ايه. استخدمنا فوريفر عشان يفضل على طول شغال، واخترنا الاف else عشان عندنا حاجتين او عندنا تو اوبشنز. فهنيجي هنا عند الايه، عند السنسنج ونختار تاتشنج ماوس. يروح فين؟ يبقى اللوك هيروح ل next customs، لو مش كده هيروح ل customs ايه. خلينا كده نجرب. كده ازراري كلها شغالة. ان شاء الله في الفيديو، ان شاء الله في الفيديو القادم هنبرمج اللي يساوي، وبعد كده نكون خلصنا الآلة الحاسبة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.